إذا استقبل الإنسان القبلة فإنه إذا أراد يصلي يرفع يديه. أولا قدميه، بعضهم تلقاه قال كذا وهذا خطأ، وبعضهم يضم قدميه ضما وهذا خطأ. هي الانفراج البسيط المعلوم، الموازنة دون أن يكون. وبعض الناس في الصلاة يفشح كذا جزاه الله خير، فإذا أراد يسجد صار بينه وبين صاحبه خلل، لا بد أن تكون القدمين هكذا في موضعها. ثانيا الإنسان إذا أراد أن يصلي يلقي عينه في مكان سجوده، لا يرفع رأسه هنا، لا يرفع عينه ولا يخفضها هكذا يصير خنوع، إنما هو قائم عينه في مكان سجوده. استقبلنا القبلة والقدمين مستقبلة أيضا القبلة بانفراج يسير كهذا، نرفع اليدين. الكفين تكون مضمومة الأصابع، ما يقول كذا، ولا بعضهم يقول الله أكبر، بعضهم يقول الله أكبر. هذا صفة لا تليق بالمصلي أمام الله. هذه صفة الاستسلام، وهذه تكبيرة الإحرام. يضم يديه، تكون بطون اليدين إلى القبلة هكذا، وين نرفعها كذا 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 هكذا؟ لا، هي لها 3 مواطن، إما حذو المنكبين هنا، أو أعلى منهما، أو عند فروع الأذنين هنا، يعني كذا أو كذا أو كذا. ثم بعد ذلك يكبر ويتوافق الكلام مع الفعل. بعضهم يقول الله أكبر، لا يا حبيبنا، قل الله أكبر، الراء تنتهي والفعل ينتهي، لا تسبق الله أكبر. وبعضهم تلقاه ينزل الكموم يقول الله أكبر وهو ينزلها من الوضوء. السنة طبعا تحريك اليدين سنة، وتكبيرة الإحرام ركن. طيب اليد الآن كيف نضعها؟ لديك في مكان وضع السجود اليدين 3 أماكن: صدر، بطن، ما أسفل السرة. كل هذه الأماكن جائز أن تضع يدك فيها. 3 مواضع، 3: صدر، بطن، أسفل السرة. كيف أضع يدي؟ الصفة الأولى يميني على يساري هكذا، أول أصابعي على مفصل كفي كذا، زين، كفي هكذا، أو أمسك بيدي عضدي كذا، أو أن أضع يميني على ذراعي الأيسر، زين، يا أضعها كذا، يا أمسك كذا، يا أضعها هكذا، لكن كذا ما يجوز. واللي يقول لكم هذه كلها صفات ورد عليها الحديث، ويجب أن تكون خاشعا لأن الله تلقاء وجهك. إن انشغلت خرجت وما رآك ربك، أي ما تم الاحتفاء بك في الصلاة، لا بد أنك تخاطب ربك. الله أكبر. بعد ذلك ماذا يقول الإنسان؟ يبدأ بدعاء الاستفتاح، وبعضنا يحفظ دعاء واحدا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا دعاء، مع أن هذا ضعيف. العجيب من بعضنا حافظه هو الضعيف. ما هو الدعاء الثابت؟ في أدعية كثيرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا، أو اغسلني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تسمي بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت تصلي لوحدك فقراءة الفاتحة ركن واجب لك. كل واحد يصلي بالحالة، المرأة، واحد إمام يصلي واحد، صلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن. لكن لو كنت أصلي مع إمام، هل قراءة الإمام قراءة لي؟ هل أسكت أو أقرأ وهو يقرأ؟ خلاف بين أهل العلم. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يوجبون قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، وبعض أهل العلم قال اقرأ الفاتحة إلين يبدأ الإمام يقرأ فاسكت بعدها، لأن الله أمر أن ننصت للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن هو الآن قرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. آمين سنة. ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر له. طيب لو نسى الإنسان وقالوا للضالين آمين في الركعة الأولى من الصلاة وركع، نسى يقرأ ما تيسر من القرآن، بيقرأ قل هو الله أحد، نساها، هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن قراءة الفاتحة ركن، واللي بعد الفاتحة سنة. لكن يجب على الإنسان أن يحرص عليها لأمر الحبيب بها
عليه الصلاة والسلام. الآن انتهينا من القيام، عينه في المكان السجود، يده على صدره أو على بطنه أو أسفل. الآن يريد أن يركع، يسن له أن يعيد الرفع لليدين مثل ما بدأ في تكبيرة الإحرام، إلى الفروع الأذنين أو إلى المنكبين أو ما بينهما. الله أكبر وأركع. لاحظ الركوع ليس بهبط هكذا بعضهم، ولا بعضهم يقول كذا زاوية قائلا كذا، هذا ما هو ركوع. الله يحفظك. الركوع يجب أن يستوي ظهرك، حتى لو أتينا بماء في قدح على ظهرك ما انسكب، يصير مستقيم. الله أكبر. لاحظ اليدين، تفرش اليدين وتلقمها الركبتين كذا، ثم تركع وعينك أيضا في مكان سجودك، لا تقول كذا ولا تقول كذا، إلا من كان به داء في ظهره، عنده مرض ما يقدر يخفض، عنده مشكلة لا حرج، لو ما صار إلا إيمان هكذا. ثم تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا، أدنى الكمال 3، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده فلا حرج، وإن قلت سبوح بعدها، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لا حرج. لو قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كان الحبيب يحافظ عليها. ثم سمع الله لمن حمده، وأرفع يدي مثل ما رفعتها في تكبيرة الإحرام، ربنا لك الحمد. وين أضع؟ أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا جائز الحمد لله. ربنا لك الحمد. هذا الآن الواجب. أعيد يدي إلى نفس المكان. ووقع خلاف بين أهل العلم، هل أسبل يدي، هل يجوز أقول كذا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، أو أني لا بد أن أضعها؟ المسألة خلافية. الراجح أن تعيدها كما كانت قبل الركوع. لكن إذا شفت لك واحد مسبل يديه لا تقول إيه خالفت السنة، لا ما خالف السنة. ورد قول عند أهل العلم في قضية أن إسبال اليدين جائز، لكن ولا تبدأ تشكك في صلاته، صلاته صحيحة وصلاتك صحيحة، لكن الأفضل والأولى لأنه لم يرد حديثا ينص على وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، ينص على وضعها على الصدر، ولكن السنة كما قلنا أن نعيدها كما كانت هكذا. ربنا لك الحمد، هل فقط أكتفي؟ إن زدت فهذا حسن، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيضا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا الحديث أو هذا الدعاء قاله صحابي، فقال الحبيب إن 30 ملك نزلوا إلى الأرض يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله، وبعد ربنا لك الحمد الله. ولذلك أحد السلف عندما رأى إنسان قال سمع حمده الله كذا سجد على طول، قال منذ متى وأنت تصلي؟ يوم شافها ب7، قال من 40 سنة، قال من 40 سنة ما كتبت لك صلاة. الله أكبر. وبعضنا السجدة الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع على طول سمع الله. اصبر يا ابن الحلال أنت أمام الله، وفقه كلمة وقف ربنا لك الحمد، املأ الكون كله حمدا لله. إذا أننا رفعنا من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الإطالة في الذكر هذا إذا كنت تصلي بالحالة. الأئمة إذا صلوا لا تطيلوا على الناس، خففوا عليهم لكن علموهم أكمل الصلاة. ثم الآن ننزل إلى السجود. السجود هل أنزل على يدي ثم أنزل ركبتي، أو أنزل على الركبتين هكذا ثم أنزل بيدي؟ الراجح كلا الصورتين صحيح. نعم ها هنا أحسن. السجود ليس فيه رفع. الحين أنا قلنا سمع الله لمن حمد، رفعنا اليدين وضعناها هنا. السجود ليس هناك رفع لليدين، ما في سجود يرفع إليه